يا مساء الورد أو صباح الورد على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. وحشتوني جدا جدا جدا. قلت النهاردة بقى أجيلكوا بالطعمية الوهمية، حاجة كده يا جماعة، فاخر من الآخر. كيس الطعمية اللي هو العجينة، لأن أنا مش بحب أجيبها مقلية من بره، ب10 جنيه يعمل كام طعمية صغيرة جدا. عايزة أقول لكم بقى إن دي نص كيلو بس، عمل لي كمية كبيرة جدا جدا جدا. هتنفعكوا على فكرة أيام المدرسة، في ولاد كتير بيزهقوا من الجبنة ومش بيحبوها، فتغيير هتعملوا لهم ايه؟ مرة بطاطس، مرة طعمية. هتقلوها بقى، تعملوها صوابع زي الكفتة، زي كفتة الرز. لو هتعملوها في عيش فينو تعملوها عادية جدا، المدورة. لو هتحطوها في كايزر أو عيش شامي أو بلدي عادي، يعني بتتاكل الطعمية في أي حاجة. انا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. انا هنا جبت نص كيلو فول مدشوش، نقعته من قبلها بليله تقريبا 12 ساعه، وكنت بغير عليها الميه. وبعد كده جيت بقى، لما جيت اطحنها. انا مش بحب احط الحاجات كلها على بعض، انا بحب اعمل الفول لوحده الاول، علشان خاطر ده بيسهل عليا جدا طحن الطعميه، ومش بتحتاج ميه، لان في ناس بتحط فيها ميه لما بتحط كله على بعضه. المهم مش عايزة أطول عليكم، قولوا لي طولي علشان في حاجات يعني اللي هو الفيديو طويل شوية، وهي كلها طعمية، حاجة بسيطة كده ما بتاخدش يعني. أنا هنا زي ما قلت لكم طحنت الفول، وهما بصلتين اتنين بس. الخضرة عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة. في ناس مش بتستعمل شبت، أنا بحط الخضرة كلها. والمفروض بيبقى فيه كرات وبصل أخضر، بس الراجل ما كانش عنده الفترة دي. الخضرة أصلا مش حلوة علشان الجو حر وكده، بس ولا حاجة تضايقنا ولا حاجة تعصبنا، كله ماشي، كده ينفع وكده ينفع. المهم بعد ما طحنت الفول، رحت حاطة عليه البصل والخضرة، ورحت مقلباهم كده في بعض، وهبدأ بقى أقسمهم على مرتين في الكبة. المرة الأولانية أحطها، وطبعا طبعا يا جماعة مش هنختلف على إن إحنا هنضربها ضربا مبرحا بجد، علشان لازم تطحن طحنا مبرحا، والله العظيم أنا بتكلم بجد. الطعمية لازم تبقى عجينة كده، لازم تبقى طرية جدا علشان خاطر ما تبقاش محببة. فادوها وقتها، ادوها فرصتها يا جماعة. وما يعني بلاش تبقوا يعني مشغلين الكبة على طول، لازم تريحوها شوية علشان الموتور. تمام. وكل شوية لازم تفتحوها وتقلبوها، علشان خاطر اللي فوق ينزل لتحت واللي تحت يطلع لفوق، وكلها تبقى طحن واحد، عجينة واحدة، لازم تبقى طرية. اللي عنده الكبة ضعيفة يحط شوية مية، مفيش مشكلة، بس ما تزودوش المية لأن المية بتفصلها، مش هتعرفوا تتحكموا فيها. هنا على فكرة أنا بعد ما عجنتها، أنا حطيت عليها البهارات. في ناس مش بيحبوا يحطوا البهارات غير لما بتطلع من الفريزر، أنا بشيلها كده على أساس بقى أطلعها على طول أقلي وخلاص. تمام. هتحطوا بقى بهاراتها برضو هكتبها لكم. ملح، شوية فلفل صغيرين، شوية كمون صغيرين، كزبرة ناشفة، ومرقة دجاج فورية لو عندكم، بتخلي طعمها تحفة على فكرة، بتخليها معسلة كده. اللي مش حابب يحط ما يحطش، مفيش مشكلة، بس أنا بقول لكم يعني على شوية حاجات بتخلي طعمها حلو. فهي ما فيهاش أي حاجة غير الفول والبصل والخضرة، بس كده. انا كنت اوقات بحط فيها كمان حمص الشام، بنقع مع الفول حمص الشام، تبقى حلوة قوي، بس ما كانش عندي حمص الشام. هل يا ترى هتقول لأ؟ هي أساسها فول، بس بجد يعني هتفرق معاكم جدا أيام المدرسة، وطعمها خفيف جدا 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 بجد، والولاد هيحبوها، وحاجة مفيدة. هنا أنا بعد ما طحنت كل جزء لوحده، كل نص لوحده، رجعتهم تاني، حطيت الاتنين مع بعض وضربتهم مع بعض تاني علشان كلها تبقى عجينة واحدة.
تمام. وبعد كده زي ما قلت لكم انا تبلتها، وعلشان بشيلها متبله وقالتها بسمسم. يعني انا بحط طبق جنبي فيه سمسم، وايديا لازم تبقى مبلوله علشان ما تلزقش فيها، وبعملها كده بكورها كده او بدورها، أو يعني اللي تحبوه. او لو صوابع، لو في عيش فينو زي كفتة الرز بالظبط. تمام. وبيبقى في زيت. على فكرة الطعمية مش عايزة زيت كتير قوي، يعني مش زي البطاطس. طبعا انا بصوا انا عملتها وقالتها وبقول لكم علشان مش لاقيه حاجه اقولها، بس ادينا يا جماعه بنرغي مع بعض، ويعني بندي كده بشكل ودي. ولادي خلوني اقول كلام غريب جدا، بس يلا ما علينا. هنا بقى انا هحطها في طبق، آه وبس زي ما قلت لكم هحط عليها بهاراتها. بس يا جماعه هحط عليها فعلا مرقه. بصوا بقى ناعمه ازاي من غير نقطه ميه، ناعمه جدا، ناعمه وقويه وكلها حنيه. هتعجبكم وهتعمل لكم كمية كبيرة. شيلوها في الفريزر، هوريكم في الآخر. هنا بقى لما قلتها وبصوا من جوه، بصوا هي ماسكة نفسها ناشفة كده من بره وطرية من جوه، وهمية يا جماعة، فعلا طعمية وهمية. هستنى طبعا رأيكم في كومنتس وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. وما تنسوش يا جماعة تقولوا لاصحابكم يعملوا اشتراك للقناة علشان تكبر بيكم. هنا بقى انا كان عندي عيش شامي، شغل محلات بقى وكده. حطيت الطعمية فيها، وكنت عاملة سلطة طحينة، وقطعت الطماطم والفلفل الكابوتشا والخيار، وطبعا كان ناقصها الجرجير. بتبقى رهيبة بالجرجير، رهيبة فعلا. بس للأسف مفيش جرجير علشان اليومين دول زي ما قلت لكم الدنيا حر، مفيش خضرة كويسة. وكله بقى يا جماعة وعيشوا حياتكم، يعني عيشوا بجد. يبقوا اشربوا بقى بعدها نعناع علشان القولون وكده، ما انتوا عارفين الطعمية فول بس عادي. هناكل برضو، يعني مش هنحرم نفسنا من حاجة. بس بجد تستحق التجربة، وبجد مفيش أسهل منها، وهتوفر معاكم كتير، وهتفرق معاكم كتير جدا 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 أيام الدراسة. آه هنا انا لما حطيتها بقى في اكياس علشان اشيلها في الفريزر، انتوا تحطوا الكميه اللي انتوا عايزينها. وممكن لو اتبقى معاكم عجينه تسيبوها في التلاجة متغطيه علشان ما تنشفش، وتقلوها تاني يوم برضو مش هيجرى لها حاجه. يعني العجينه بتتساب في التلاجة عادي جدا، بس مش اكتر من يوم. وما تنسوش الاشتراك واللايك، ومستنيه رايكم في كومنت. باي باي.